ومننزله بالزيت. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج كل أكلة حكاية. طبختنا لليوم مش مجرد مكونات، هالأكلة كل حدا فينا إله معها ذكريات. لو شميتها تخطر على بالك صور وحكايات عن البلاد والأرض والزيت والزيتونات. أكلة شعبية مشبعة وغنية، كل مكون فيها ما في غنى عنه. أكلة الفلاحين والحياة الريفية، ومن عندهم لكل مكان صارت بزيت الزيتون مضوية. المسخن هو أكلتنا لليوم، وهو أكيد أكلة تاريخية حتى لو ما كان معروف مين أول حدا فكر يحط البصل مع السماق والدجاج مع الطابون ويقدم لنا أحلى احتفالية مع نهاية كل موسم قطف للزيتون. المسخن اليوم رح تقدم لنا إياه الست نعمة زغر. أكلة المسخن من مكوناتها العنصر الأساسي اللي هي زيت والبصل والسماق، وكل دجاجة بتحتاج 2 كيلو بصل، ومنضيف الملح وحب الهال والكمون واللوز طبعا للتزيين، وورق الغار عشان الدجاج، وفلفل الأسود. هاي البهاراتها كلها، وما ننسى الخبز. هسا حطينا الطنجرة، بننزل الزيت ربع الكمية بالبداية، بعدين بننزل البصل طبعا عشان زيت زيتون بلاش يحمى. في هاي المرحلة بننزل كل البصل على الزيت، بحركهم بعدين بجيب ملح عشان ينزل السوائل اللي فيه البصل، ورد احركهم. بغطيهم عشان تنزل السوائل اللي بالبصل. هلا بعد ما تركنا البصل على الزيت وحركناه بالبداية لنزلت ميته، بعد ربع ساعة برجع بحط قطع الدجاج على البصل. في ناس بتعمله على مية على شوربة، لا، المسخن الأصلي اللي تعلمناه من أجدادنا وأهالينا وأمهاتنا إنه هذا الأصلي. بحط البصل وعليه الدجاج وضني أحركم وبحط عليه جميع الورق الغار عشان النكهة، وبحط الفلفل الأسود والهيل والكمون والبهار المشكلة، وبغطيهم. بعد ما أحركهم بغطيهم، ما بحط السمنة هسا، بيعمل على مرار، بحطه لآخر لحظة، لآخر مرحلة بحطها لما أجي بدي أطفي الغاز. هاي المرحلة بتركها على الغاز ساعة. نفس السوائل اللي بالدجاج اللي بالبصل هي نفسها بتستويها وبتعطيها طعم ولحالها بتستوي. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير بقدوم شهر رمضان المبارك ينعاد علينا وعلى أمة محمد. أنا نعمة نديم سليمان الزغل، عمري 49 سنة، بعمل في مجال الطبخ، وحابب أحكي لكم عن أكلة المسخن. أكلة المسخن هي أكلة فلسطينية تراثية بتنعمل على أصولها بالزيت الزيتون والسماق البلدي، وتعلمناها من أيام جدودنا، وهي أكلة يعني مشخصة، يعني بتحكي عن نفسها. لما بدك تعزم حدا لما يجي شغلة يعني كتير فخمة.
هلا بعد ما مر علينا من الوقت استوى الدجاج والبصل، بنضيف عليه السمان وبنحركها. نعلي الغاز عليهم شوي عشان ياخذ الكل اللون، يوصل للكل. ما بنطول غليان عليه عشان يضله حافظ في القيمة الغذائية اللي جواه. نطفي الغاز بعد دقيقة. هلا بعد ما طفينا على الغاز بنرفع الدجاج وبنحطه بالصدر عشان أحمره لحاله أحسن ما أحمره على وجه الخبزة. هيك بتاخد تحمير. بعد ما نشيل الدجاج بعمل له صوص. هلا بنحط السمان وبنحط رشة فلفل أسود. بعد ما حطينا السمان وحطينا الفلفل الأسود، من نفس شوربة البصل بنحط الزيت من البصل وبحركهم. هلأ بعد ما حركناهم مع بعض بدهن الدجاج عشان يعطيه لمعة وتراوي مع التحمير، ويعطيه طعم من البصل والزيت نفس الطعم. هلأ المرحلة الأخيرة بنمسك الخبز وبنتنيه 4 تنيات وبننزله بالزيت وغرضنا بالأطرافها مش كلها، بلاش عشان لما نحط التتبيلة في النص ما تدبل الخبزة. نشيل البصل ونعبي كل الرغيف. كله لازم يتعبى، هو اسمه مسخن يعني بده بصل يكون الرغيف كتير مليان. بعدين بنجيب سماق، بحب احط رد السماق على الاطراف اللي ما اجى عليهم البصل، بعطي لون وبعطي للتحمير كتير لون حلو مع التحمير. هلا بدنا نحمر الدجاج، بنحطه من تحت، ما فيش داعي فيه عشان يضل طراوي معاه، بتحمر من فوق. بنحط الصدر الرغيف نعطيه شوية نشفان، بعدين بنزله تحت التحمير. بعد ما طلعناه من الفرن بدنا نحطه بصدر التقديم. بنرفع الخبزة من الجهتين وبنحطها بالصدر. بعدين بنجيب الدجاج، بنصفط الدجاج وبنحط اللوز، بنوزعه على جميع محتوى الصدر.
هلا وصلنا للمرحلة الأخيرة بعد ما حطينا اللوز. هيك صار طبقي جاهز المسخن، وكل عام وانتم بخير، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من طبخي اليوم للطبق المسخن الفلسطيني.